اهلا وسهلا بكم محبي ومتابعي ومشاهدي قناه ابسط فكره. اتمنى تكونوا بخير جميعا وتكون فيديوهاتنا اللي فاتت بتنال اعجاب حضراتكم. بذكركم يا جماعه اللي يعجبه فيديو معين في القناه عندنا يتكرم علينا باللايك، واللي مش مشترك معانا في القناه يا ريت يشرفنا بالاشتراك عشان تساعدونا في نمو القناه وان الفيديوهات توصل لاكبر عدد من المشاهدين. النهارده هنتكلم عن السماعه البلوتوث او الايربودز. هنتكلم عن لو السماعه صوتها واطي، احنا بنشغل السماعه وبنلاقي السماعه صوتها واطي شغاله كويس ما بتفصلش، البطاريه كويسه، التعريف بتاعها معرفينها بشكل صحيح، ولكن الصوت هو اللي ضعيف. ولو الصوت قاطع خالص، لو السماعه قطع نهائي، اهم حاجه نتشيك نشوف الاسلاك الاطراف بتاعت السماعه واصله كويس في السماعه، واصله في البورده الصغيره اللي داخل السماعه نفسها. طيب السماعه شغاله تمام بس الصوت واطي، هنعمل حاجه بسيطه خالص. هنجيب السماعه كده، هنمسك السماعه ماسكه محكمه كده، ولو بصينا هنا هنلاقي ان فيه البقايا اللي هي الافرازات اللي بتكون بتاعه الاذن دي اللي بتعمل سدد جامد هنا طبعا. طيب الطريقه الصحيحه ما ينفعش ان احنا نسلك او ننظف للاسفل، احنا لما بنعمل كده مع الوقت احنا بنسد المسام دي، بتبقى مشكله اكبر وهي اللي خلت الصوت واطي. طب احنا نعمل ايه؟ هنيجي بسن الابره ونيجي هنا في الجنب خالص نضغط ضغطه واحده، ونكون حريصين ان احنا ما ننزلهاش لمستوى تحت، ونروح رافعين بيها الكفر اللي هو عباره عن السلكه الناعمه دي. نضغط ضغطه كده هيروح طالع معانا الجزء ده كده اهو. احنا كده بعيد عن السماعه خالص يا جماعه. بنطلع الشبكه السلك دي برفق كده، دي اللي مطلوب تنظيفها، دي اللي المسام بتاعتها مسدوده كلها، دي اللي مخليه الصوت ضعيف جدا. السماعه شغاله بشكل طبيعي ولكن الصوت ضعيف. ودي بتكون عباره عن طبقتين، طبقه السلك دي وفي طبقه قماش زيها عشان تحافظ على السماعه ما يدخلهاش اتربه او اي حاجه. لو بصينا هنا هنلاقي ادي الفتحات بتاعت السماعه الحمد لله مفيش اي حاجه داخله ليها شوائب ولا اي حاجه سداها. لو جربنا السماعه كده هنلاقي الصوت تمام وشغال واضح جدا ما فيهوش اي مشكله. ولكن طبعا ما انصحش ان احنا نسيبها كده عشان لو فيه اي رواسب او فيه اي تراب هيدخل جوه السماعه هيبوظ الطبله بتاعت السماعه نفسها. فصلنا الجزئين اللي احنا اتكلمنا عليهم، وهنيجي بالابره الصغيره دي ونبتدي ننظف كل الاجزاء دي. كل يا جماعه شايفين المسام اللي مسدوده دي؟ كل دي مسام مسدوده. نفس الكلام في الطبقه الثانيه، دي مسام مسدوده. هننظف دول كويس جدا ونبتدي نعيد عمليه التركيب. بعد ما نظفنا طبعا نظفنا كده وبنعيد تركيب الجزء اللي هو الناعم دون اللي هي الشبيب القماش اهو، ده بيركب كده وبنضغط عليه بالشبكه او السلك اللي هي الجزء الثاني دون. ونبدا كده بالجنب بتاع المفك مش بالسن، كده بالجنب، ونبدا نتاكد ان احنا نزلنا الجوانب كلها بتاعه الجزء السلك دون في المسافه اللي بين الجزء الاسود والجزء الابيض من الداخل. بعد ما عملنا الحركه دي هنجرب، هنلاقي الصوت اختلف تماما ورجعت قوه الصوت زي ما السماعه كانت لسه جايه جديد. اشكركم جزيلا واتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، واللي يعجبه الفيديو يتكرم علينا ويعمل لايك، واللي مش مشترك معانا في القناه يا ريت يتكرم ويشرفنا بالاشتراك. شكرا جزيلا.